الفيديو ده للناس اللي بتشتري عربيات مستعمله. خد بالك عشان فيه تجار يعملوا حاجات لا تخطر على بالك. حاجه منهم انا اعرفه معرفه شخصيه، عنده معرض عربيات، عنده ورشه سمكره بيتاجر. الراجل ده بقى اللي انا اعرفه معرفه شخصيه ده بدون ذكر اسماء لان ربنا تابع عليه. انا ليه بحكي؟ علشان خاطر فيه زيه موجودين كتير دلوقتي وشغالين. الباشا ده بقى كان بيعمل ايه؟ يخش مزاد عربيات حوادث، خد له لوت كامل بتاع 20 او 30 عربيه. اللوت ده بيبقى فيه انواع كتير جدا وموديلات كتيره جدا من العربيات، من الفيرنا لللانوس للصاني للبي ام للمرسيدس للسكودا، انواع كتيره جدا جدا جدا. كل عربيه فيهم بيبقى ليها قصه وحكايه وروايه. اللي فيها حادثه جايه في قايم، اللي جايه في شاسيه، اللي جايه محتاجه تغير نص، اللي جايه محتاجه تغير بطن عربيه كامله، اللي جايه محتاجه تغير ربع عربيه، اللي محتاجه تغير فخده. الباشا ده بقى كان بيعمل ايه في العربيات دي؟ عنده ورشه سمكره دائري ناحيه المرج والمناطق دي، بالتحديد حته اسمها مؤسسه الذكاء. ورشه السمكره دي ما بتشتغلش للناس العاديين، يعني مثلا انت عربيتك مخبوطه وعديت عليهم يقول لك لا ما بنستقبلش عربيه. ورشه السمكره دي بالصناعيه والفنيين كلهم اللي موجودين فيها ما بيشتغلوش غير للعربيات بتاعته بس. ياخد اللوت كامل ده بقى حسب المزاد، 10 عربيات، 20 عربيه، 30 عربيه. ياخد بقى يا باشا العربيات دي ويطلع بيها على ورشه السمكره. اللي محتاجه نص بيشتري لها نص، اللي محتاجه سمكره بيسمكرها، اللي محتاجه ميكانيكي عنده ميكانيكي، اللي محتاجه كهربائي عنده الكهربائي. العربيه الواحده بتبقى واقفه عليه بعد المزاد وبعد السمكره وقطع الغيار نص ثمن العربيه السوق. يعني هنفترض مثلا عربيه ثمنها السوقي 200,000 جنيه، هي بتبقى واقفه عليه بعد ما يسمكرها ويخلصها فلوس المزاد ويسمكرها والميكانيكا والكلام ده كله ويوقفها على حيلها كده تتباع ب 100,000 جنيه 120,000 جنيه. الباشا ده بقى عنده معرض عربيات، ياخد العربيات اللي اتشطبت وبقت عروسه يعرضها في المعرض. وكان ساعتها بيعرض باقل من السوق ب 10,000 جنيه ب 5,000 جنيه. فكانت الناس تشوف الاعلان او يشوفوا العربيه السعر ده يقول لك اجري عليها وراح اشتريها. الفتره دي كان ثقافه الفحص وانك تجيب حد يفحص ما كانتش موجوده خالص. كانت الناس بتستغل ان العربيه اقل من سعر السوق ب5 ولا ب10,000 جنيه ويروح يخلص فيها. يبقى الراجل ده العربيه ام 200,000 اللي باعها ب 200,000 جابها وصرف عليها سمكره ودوكو وخلصها في المزاد والكلام ده كله ب 100 ولا ب 120,000 جنيه، يعني كسب حوالي 80,000 جنيه في بيعه عربيه. عنده سمكري بقى اسمه سعيد. سعيد ده كان من المنصوره، راجل ايديه تتلف حرفيا في حرير. كان بيقف على العربيه سمكره بيرجعها كانها زيرو بالظبط. سعيد ده ربنا كرمه ببنوته وحس ان هو شغال في حاجه حرام، خاف ان هو ياكل بنته من فلوس حرام. جه رايح للراجل اللي هو التاجر ده صاحب الشغل بتاعه، قال له اللي احنا بنشتغل فيه ده حرام، انا مش هكمل معاك وهشوف لي لقمه عيش في مكان تاني. سعيد ده ما كملش شهرين وربنا رزقه بشغلانه بره في الخليج. سعيد ده ما شاء الله النهارده عنده مركز خدمه كامل، سمكره ودوكو وميكانيكا وكهرباء وكل حاجه عشان راعى ربنا. خاف بس لما ترك الموضوع ده لله ربنا رزقه من واسعه. الراجل التاجر ده بقى ايه اللي حصل له؟ الراجل التاجر ده بقى حصلت له مشكله كبيره جدا. لما سعيد سابه اشتغل معاه حد تاني ماسك السمكره بس مش زي سعيد، يعني مش صنايعي ومهمل. يوم من الايام الراجل التاجر ده دخل مزاد واشترى شويه عربيات، منهم عربيه عجبته جدا وقال العربيه دي سمكرها واخدها ليا. الراجل السمكري الجديد اللي معاه ده صلح العربيه وظبطها وشكلها بقى حلو، بس زي ما قلت لكم هو ما عندوش حرفه، مش صنايعي. العربيه اللي عجباه دي بقى بعد ما اتسمكرت، طبعا احنا قلنا ان الراجل السمكري الجديد دوت مش حريف، غلط في مقاسات فردة الشاسيه. الراجل التاجر ماشي على طريق اسماعيليه، العربيه اتقلبت بيه وجسمه حرفيا كله قام من الحادثه. ربنا كرمه وبقى كويس وبطل شغلانه العربيات دي نهائي. بعدها بكام شهر طلع من المستشفى وقفل المركز الصيانه بتاع السمكره، قفل معرض العربيات وبطل شغلانه العربيات دي. دلوقتي عنده سوبر ماركت، فاتح سوبر ماركت هو وعياله واقفين فيه. الناس بقى اللي لسه مكملين في الشغلانه دي والله مش هتدوم، والعقاب هيجيلك ما جالكش في الدنيا هيجيلك في الاخره. ما تقولش ما هي العربيه بتتصلح وخلاص وبتمشي زي ما بيمشوا، لا معلش. اللي بيشتري عربيه اليومين دول يجمع يعني شقى عمره كله عشان يحط في عربيه يشغلها، ولا ان كانت تنفعه بدل المواصلات. التجار اللي لسه شغالين في المجال الحوادث اتق الله، عايز تشتغل في مجال الحوادث خش مزاد، خد عربيات كتير براحتك بس اعرضها بحادثتها زي ما هي. صلحت اعرض ان العربيه دي كان فيها عيب كذا كذا واتصلحت وبعرضها باقل من ثمنها بكذا، وبرضه هتكسب. وانت مش لازم تكسب ضعف الفلوس اللي انت دافعها، اكسب 50,000 60,000 في العربيه، مش تكسب 100 و200. حرام، اتق الله. دي رسالتي للتجار اللي بيشتغلوا في الحوادث. رسالتي بقى للناس المستهلك
الناس اللي هم بيشتروا عربيات مستعمله. خد بالك من موضوع الحوادث ده، عايز تشتري عربيه مستعمله روح للاعلى سعر، علشان خاطر اللي منزل من ثمن العربيه شويه تعرف على طول ان فيها مصيبه. افحص كويس عند حد موثوق عنده، يعني افحص كويس عند حد انت واثق فيه، علشان خاطر يعني فلوسك تبقى محطوطه في عربيه تعرف ان انت حبيت تبيع ترجع فلوسك تاني، تبقى العربيه امان وانت ماشي بيها. ربنا يسترها علينا وعليكم. والله انت راضي ان انت تاخد عربيه معيوب علشان سعرها، يا سيدي تدور لك على مزاد انت كمان، وتقدر تخش مزاد ببطاقتك تاخد عربيه واحده. الموضوع ان شاء الله يعني مش كيمياء والله، بس انت تفحص كويس، تحسب حسبتك كويس. بلاش ان انت تاخد يعني عربيه تفرح بسعرها وفي الاخر تكتشف ان هي فيها مصيبه. يلا ربنا يسترها علينا وعليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.